ما قبل مباراة الزمالك وأبو قير للأسمدة في كأس مصر. يا مساء الخير على حضراتكم جميعا، عامل ايه يا صديقي العزيز؟ يا رب تكون بخير. في البداية فضلا وليس أمرا تدعم المحتوى اللي احنا بنقدمه وتعمل سبسكرايب، وأول ما تشوف الفيديو تنزل تدي اللايك اللذيذ والكومنت الجميل علشان صوتنا يوصل لكل الناس. ما قبل مباراة الزمالك وأبو قير للأسمدة في كأس مصر، هنتكلم النهارده عن مباراة الزمالك وأبو قير للأسمدة المباراة والزمالك هيلعب ازاي المباراة دي والتغييرات اللي ممكن تحصل من خلال مستر كريستيان جروس، وازاي نلاعب فريق أبو قير للأسمدة. يعني اتفرجت على حاجات بسيطة كده على قد ما قدرت اتفرج على بعض الملخصات المباريات للفريق، فقدرت اشكل وجهة نظر او الفريق هيلاعب الزمالك ازاي في المباراة دي. المباراة مش هتكون سهلة زي ما الناس ممكن تكون متخيلة. انت اللي هتقدر تسهل المباراة على نفسك، وانت اللي هتصعب المباراة على نفسك. هتصعب المباراة ازاي؟ هتصعب المباراة في موضوع التشكيل اللي بنسبة 90% هيكون في تغييرات في التشكيل. مستر جروس ناوي يغير في التشكيل ويريح بعض اللعيبة. من وجهة نظري ان ما ينفعش مستر كريستيان جروس يغير التشكيل بالكامل او يغير الفريق بالكامل. هتغير مفيش مشكلة حاجات بسيطة من التشكيل، لان اصلا انت كفريق السكواد بتاعك مش الواو. لازال كل ماتش بنتكلم في ان احنا السكواد بتاعنا ضعيف، فانا مش في ظل الضعف ده اروح مغير 11 ولا غير 10 ولا 9. خلي الموضوع يكون متوازن. ده وجهة نظري في النقطة دي، في نقطة التشكيل. فريق أبو قير للأسمدة هو بيلعب في دوري المحترفين، هو حاليا في المركز الرابع. مش فريق اللي هو القوي، سيبك من انه كسب المقاولين المتصدر اخر مباراة بس بنتيجة تكون كبيرة شوية على المقاولين المتصدر، وقبلها كسب بلدية المحلة. هو فريق متذبذب، طالع نازل طالع نازل، نتائجه مش ثابته. تعادل يكسب يتغلب، يتغلب يتغلب تاني، يتعادل يكسب يكسب يتغلب، هكذا. فهم مش هو الفريق، يعني الفريق مش قوي بالشكل اللي الناس تتخيله. يعني نتيجه مباراه المقاولين ما تخلكش تاخد الفيدباك ان انت هتلاعب فريق بقى ده جامد وكسب المقاولين المتصدر. لا، فريق اتغلب من فرق كتير. يعني مثال فريق زي منتخب السويس كسبوا 4-1 تقريبا. فهو فريق عادي، مش قوي يعني. ده بيلعب في دوري المحترفين، فعيب ان انت اصلا ما تدوش سكور. عيب انك ما تدوش سكور. مش هتكلم في المفاجآت، مش هقول لك عيب ان يكون فيه مفاجأة. ما فيهاش، دي مش رفاهية، ما فيهاش كلام اصلا. فالعيب انك ما تدوش سكور وتعمل عليه ماتش قوي، حتى لو هيكون فيه تغييرات، وهنتكلم عن النقطة دي. فالفريق لازم ان انت هتنزل تلعبه يا مستر جروس وتكون مديله كل احترامه. مش معنى ان هو في دوري المحترفين ان انا اكبر دماغي. اريح اللي محتاج يرتاح. الزمالك ممكن يلعب بمين؟ التشكيل اللي بنتكلم فيه او ايه وجهة النظر بالنسبة لي الانسب في موضوع اللعيبة والتشكيل، ومين اللي يريح ومين اللي ما يريحش. من وجهة نظري ممكن نريح عواد مفيش مشكلة، وصبحي ياخد بحيث ان يجهز شوية، مش ازمة. ناحية الشمال لو بنتايج الإصابة خف، بنتايج ياخد في الماتش ده باك شمال وريح فتوح شوية، وبنتايج لعيب كبير. يبقى هنا ما عملتش خلل في باك الشمال. الاثنين مدافعين اريح واحد منهم وادي للمسلوسي. والرأي انا اريح الونش اللي راجع من إصابة،
اخلي اديله برضه، ما اقعدش مديله ماتشات كتير ورا بعض غلط على الاصابه اللي هو لسه جاي منها. وادي للمسلوسي برضه مش هعمل خلل كبير، المسلوسي لعيب كبير. ناحيه اليمين اريح عمر جابر والعب باحمد محمود. احمد محمود لعب ماتش انيمبا هناك، عمل ماتش كويس، فلعيب كويس. يبقى انا من وجهه نظري يلعب باحمد محمود، المسلوسي حسام بنتايج لو جاهز، لو مش جاهز ياخد فتوح وخلاص. نص الملعب للاسف انا حتى زياد كمان راجع من الاصابه ومفيش اي حد ممكن ياخد في مركز 6، فالافضل انه يدي لدونجا. مفيش حد. شحاته مصاب كمان، كنت اقول ممكن هو شحاته يلعب 6 في المباراه دي، بس شحاته مصاب ومش عارفين اصابته ايه ووضعها لسه. زياد كمال بعيد جدا وسيء اصلا، حتى لو مش راجع من الاصابه فهو لعيب سيء، وانا ما رجحش انه يلعب نهائي اصلا. فمحمد السيد لسه راجع من اصابه، مش عارف هل جاهز ولا لا، كان عنده مزق، فهل هيبقى جاهز ولا لا. فهنقول في الاعتبار ان الانسب خيار يكون دونجا مركز 6. اريح عبد الله السعيد واريح وشحاته كده كده من وجهه نظري، واحط سيف جعفر في المباراه دي. ليه لا؟ يبقى دونجا وسيف جعفر. مركز 10 العب بشيكابالا، بقاله كتير ما بيلعبش، اديله فورمه الماتشات، رجله تجيب في ماتشات في مباراه زي دي. ناحيه اليمين العب بمحمد عاطف، من وجهه نظري اديله فرصه، لعيب كويس وطالبنا انه ياخد فرصه، فيلعب بمحمد عاطف. ناحيه الشمال ممكن يدي الكونراد مشلاك ويشوف لعل وعسى. وفي الهجوم ناصر منسي، حسام اشرف بيلعب اساسي بقاله فتره وناصر بينزل بديل، فناصر مش مجهد قوي ان انا محتاج اريحه، فاديله من بدايه المباراه دي. ده انسب اللي انا بكلمك فيه. ليه؟ عشان ما اعملش خلل في الفريق، ما العبش بالفريق كله جديد، احافظ على فكره الناس اللي موجوده اساسيه بقالها فتره وتقدر تلعب المباراه دي، وخلص من المباراه ان شاء الله. مع هنقول نلعب نبدا ازاي، اخلص المباراه من بدري وابدا ادي بقى للناس اللي انا عايز اديها بقى، واشوف الناس عشان احكم على الناس اللي عايز احكم عليها سواء هتمشي او هتكمل. زي مهاب ياسر ممكن تديله فرصه، لو مستر جروس اصلا عايزه، الكلام ان هو مش في دماغه خلاص، خد قرار برحيله. فاقصد ايا كان ده مثال. غيره بقى لو حابب تجرب لعيبه، جرب لعيبه وانت مخلص المباراه. ده وجهه نظري في موضوع التشكيل. فريق ابو قير للاسمده هيلعبك ازاي؟ فريق ابو قير للاسمده من الماتشات اللي اتفرجت عليها لما بيكون هو كسبان وبينزل، يعني هو خلاص كسبان ومتقدم، بيلعب 4-5-1، بينزلوا كلهم تحت الكوره. طب هو هيلعب الزمالك فهيلعبك كانه كسبان، هو نازل 0-0 بالنسبه له مكسب، عايز يوصل معاك لحد ضربات الجزاء، فاوريدي هيلعبك كانه كسبان في الماتشات اللي هو زي ما بيلعب في الماتشات الثانيه. هيلعب 4-5-1 وكلهم بيلعبوا بلوك ضيق جدا، كله ضيق طول بالطول وبالعرض، بيبقوا قريبين جدا، بيقفلوا المساحات. هنا ده الطريقه اللي لعبك، هيحط مهاجم واحد يعني 4-5-1، الواحد ده هيفضل يلعبك على التحولات، فانت تخلي بالك في التحولات. هو كده كده مش هيبقى عنده جرأة كتير قوي عليك، زي ما قلت لك هو هيبقى عايز يوصل لضربات الجزاء معاك. انت هنا هتلعب، هو يلعبك 4-5-1، انت هنا لازم افكار مستر جروس اللي دايما بنتكلم عليها بتاع الكثافات، وان الجناحين يخشوا للعمق ويطلع الباكين يطيروا، والمركز 10 ومركز 8 يبقوا الاثنين كانهم دبل 10، الاثنين صناع لعب، ودونجا يطلع او نص ملعب 6 يزيد شويه عشان يلم من ورا الفريق، واضغط من عالي جدا من اول مباراه، بحيث ان انت هو هيبقى عامل كثافه دفاعيه، فانت لازم تواجهها بكثافه هجوميه. ليه؟ عشان تخلق فرص، وتبدا تخلق فرص من الاجنحه يمين وشمال، والباكين يطلعوا يمين وشمال مش واحد بس. هو زي ما قلت لك هيفضل نايم جوه ال 18 عامل بلوكات قافل مساحه،
انا لما اعمله كثافه وادخل الاثنين زي ما بنلعب بطريقه مستر جروس، بيدخل الجناحين بالعمق ورقم 10 او رقم 8 الاثنين كمان يخشوا للعمق، هنا هاخد نظر الفريق كله للعمق. ابدا انا اشتغل من ناحيه الباك اليمين والباك الشمال في المساحات اللي هتفضى، لان الباكين هيخشوا طبعا مع الجناحين بتوعنا، هنا هفضي مساحه. ابدا اوزع للباكين واشتغل عرضيات كتير، عرضيات بقى ناصر منسي عاليه، سواء عرضيات لتحت للناس اللي جايه من تحت واسدد كتير، وابدا اعمل خلق كتير للفرص، لان احنا ما شفناش ده في ماتش المصري. يبقى اخلق فرص كتير جدا في المباراه من خلال حاجتين، يا اما العرضيات هبقى العب على الاجنحه او العب على الباكين، اطلع الباكين بعد ما الجناحين يخشوا، فهنا ابدا اخلق فرص لان انا مش هعرف اخترق من العمق. ولو قدرت تسجل، هم عندهم مشكله في موضوع العرضيات في قلبين الدفاع، وعندهم قلب الدفاع اللي ناحيه اليمين اللي هي شمال الزمالك بطيء، فابدا العب عليك كونراد مشلاك مثلا لو بدا ويكون سريع ياخده ويروح بيه. ده الطريقه اللي انسب اللي انت تلعب بيها فريق ابو قير للاسمده، ان انت زي ما قلت لك تضغط عليه من البدايه، يكون في حلول، سواء التسديد كتير، سواء العرضيات اللي هي عرضيات العاليه، عرضيات الارضيه لورا، عشان نقدر تبقى رايحه للي جاي من المواجه ويسدد. ده انسب حل ان انت تلعب بيه فريق ابو قير الاسمده، اللي زي ما قلت لك هينزل يلعبك 4-5-1، وهيبقى عامل بلوك ضيق جدا، هينزلوا كلهم على خط ال 18، هيبقوا مدافعين بشكل كبير جدا ويلعبك على التحولات. فلازم نخلي بالنا والمستر جروس يركز ان بلاش نحط نفسنا في ريسكات ومفاجآت كاس مصر. اي سخافه هتحصل مش هتكون مقبوله، اي سخافه هتحصل مش مقبوله. نبدا المباراه ضاغطين بشكل عالي، بلاش التهاون وبلاش استهتار وبلاش رفعه الياقه، ونعيش ان احنا الزمالك في الدوري فوق وهم ابو قير الاسمده في المحترفين تحت، فهيروح مديك على دماغك وهتفوق على كابوس. اتمنى اللعيبه تبقى نازله، حتى بعض التغييرات اللي هتحصل اللي هو اللعيبه اللي ما بتلعبش زي من وجهه نظر يعني، زي سيف جعفر، زي احمد محمود، زي حمزه المسلوسي، زي مشلاك، زي عاطف، بعض الخمسه اللي انا بقول اللي ممكن ياخدوا في وسط التشكيل الاساسي، يستغل الفرصه وينزل يحارب عشان يثبت نفسه، لان ممكن تكون دي اخر فرصه. انت في وسط الميركاتو، فممكن لو ما عجبتش المدير الفني يقول لك شكرا وتمشي ويبلغ الاداره انا عايز لعيبه ثانيه. فاتمنى ان اللعيبه تاخد الموضوع بمحمل الجد من اول دقيقه، نخلص الماتش ونسهل الدنيا علينا. ومستر بروس نفس الكلام، يبقى واخد الموضوع بجد، مش فكره ان فريق ضعيف وانا كده كده ممكن اكسبه باساسي باحتياطي اكسبه. الكوره ما فيهاش كده تماما، والكاس عامه في كل الدول العالم دايما بيكون فيه مفاجآت، والاتحاد لسه طالع قدام فريق محدش يسمع عنه خالص اسمه تيم، فانت ما تدخلش نفسك في قصه ان اصل الموضوع سهل. الكاس ما فيهوش كده. نتمنى ان شاء الله ان الزمالك ما يدخلناش في ريسك وصدمه من صدمات مفاجات الكاس، لان الموضوع مش هيكون مستحمل، وبالاخص ان انت داخل على ماتشات هتكون كتيره في الدوري والكونفدراليه، فعايز تفضل محافظ على المعنويات ان انت ما يحصلكش دروب ماتش زي ماتش الكاس يهد الدنيا كلها فوق دماغك، فهتبدا تخش في دوامه انت في غنى عنها في الوقت ده. تلعب المباراه بجديه ان شاء الله، تخلص بنتيجه تكون مريحه للمباراه، عشان نقدر نشوف اللعيبه اللي ما بتشاركش ونقدر نحكم عليهم. ده كان اللي كان معانا طبعا بخصوص مباراه الزمالك وابو قير الاسمده. مفيش لقطات كتير، مفيش حاجات ممكن نقدر نتكلم عليها كتير، لان فريق ابو قير الاسمده مش فريق ان احنا لقينا له الماتيريال الكتير قوي ان نقدر نتكلم عنه، بس باختصار قدرنا نوصلك يا صديقي العزيز عن معلومات بسيطه، او هيلعبك ازاي واحنا ممكن نلعب ازاي، والتشكيل اللي احنا بنتمنى ان مستر كروس على رغم التعديلات اللي هو ناوي يعملها، لان الكاس طبعا بيكون فيه روتيشن، بس يقدر من وجهة نظرنا يعمل ميكس ما بين الاثنين، انه يحافظ على بعض من الاساسي ويدي الجزء من الاحتياطي، يبقى الموضوع فيه استقرار شويه، ما هدش الفريق كله عشان ما نخشش في مفاجآت الكاس. كان معاكم اسلام دونجا في حلقه جديده من برنامج على الطاير، نتقابل دايما على خير يا صديقي العزيز، سلام.